تنفس عشاق ريال مدريد الصعداء بعدما أكدت الفحوصات الطبية أن إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي في الكاحل الأيمن ليست سوى التواء خفيف، ليبقى الأمل قائما في مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد الغريم الأزلي برشلونة، والذي سيقام بعد 8 أيام على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية. التقييم الطبي الذي خضع له مبابي صباح اليوم جاء مطمئنا، إذ أظهرت النتائج أن الإصابة لا تستدعي القلق، وأن اللاعب سيكتفي بفترة قصيرة من الراحة والعلاج الطبيعي وسط متابعة يومية لحالته لضمان استعادته الكاملة. ومن المقرر غياب مبابي عن مواجهة أتلتيك بلباو يوم الأحد بسبب الإيقاف، فيما تبقى مشاركته في لقاء ختاف الأربعاء المقبل محل شك، حيث يتجه الطاقم الفني إلى منحه راحة إضافية كإجراء وقائي رغم عدم استبعاد وجوده ضمن التشكيلة تماما. داخل أروقة النادي الملكي يسود التفاؤل بعودة مبابي بكامل لياقته لخوض نهائي الكأس، وهو التحدي الأبرز قبل الاصطدام بكتيبة برشلونة من جديد في كلاسيكو الدوري بعد أسبوعين. ورغم أنه يعيش فترة جفاف تهديفي غير معتادة، حيث فشل في هز الشباك في آخر 5 مباريات، إلا أن تجاوزه لهذه الإصابة الطفيفة قد يكون الشرارة التي تعيده للواجهة في اللحظة الحاسمة من الموسم. قلق في كتالونيا. إصابة ليفاندوفسكي تربك حسابات هانز فليك قبل المواعيد الكبرى. في أمسية كروية مجنونة خطف برشلونة الفوز من سيلتا فيغو بنتيجة 4-3 بعد ريمونتادا نارية، لكن فرحة الجماهير لم تكتمل بعد. إصابة روبرت ليفاندوفسكي التي أرعبت عشاق البلوغرانا ووضعت المدرب هانز فليك في موقف لا يحسد عليه. الإصابة وقعت في الدقيقة 76 عندما شعر المهاجم البولندي بآلام في عضلة الفخذ الأيسر، ليغادر الملعب وسط قلق واضح على ملامح الجهاز الفني والطبي للفريق. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ليفاندوفسكي سيخضع لفحوصات طبية يوم الأحد لتحديد مدى الإصابة، وسط توقعات بغيابه لفترة تتراوح بين 2 إلى 3. وفي حال تأكدت هذه التقديرات، فإن برشلونة مهدد بفقدان أحد أبرز نجومه خلال مواجهتين من العيار الثقيل: نهائي كأس الملك ضد ريال مدريد في لا كارتوخا، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان. المدرب هانز فليك الذي يسعى لتثبيت بصمته في موسمه الأول مع الفريق يواجه الآن تحديا حقيقيا في ظل الضغط الكبير والمباريات المصيرية القادمة. برشلونة لا يزال يتصدر الدوري الإسباني ب73 نقطة، فيما يلاحقه ريال مدريد ب66 نقطة. ومع اشتعال المنافسة محليا وقاريا، ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير موسم البلوغرانا. فهل يستطيع فليك تجاوز هذه الأزمة؟ وهل يعود ليفاندوفسكي في الوقت المناسب ليقود هجوم الفريق في المعارك الكبرى؟ ترقب وانتظار في كتالونيا. تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الذي يعد المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، خلفا للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي من المتوقع أن يغادر النادي الملكي مع نهاية الموسم الجاري. وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة تجاه التعاقد مع ألونسو، حيث فتحت باب المفاوضات مع مدرب باير ليفركوزن الحالي في إطار سعيها لضمان استمرارية المشروع الرياضي للنادي بأفضل صورة ممكنة بعد رحيل أنشيلوتي. وأشار رومانو إلى أن نادي باير ليفركوزن الألماني على علم تام بهذه المفاوضات الجارية بين ريال مدريد وألونسو، وهو ما يعكس أن الأمر يسير بشكل رسمي ومفتوح وسط ترقب كبير من الجماهير والمحللين الرياضيين حول القرار النهائي. وفيما يخص مصير أنشيلوتي في الأسابيع القليلة القادمة، لم تتضح الصورة بعد بشكل نهائي، حيث لا يزال هناك غموض بشأن ما إذا كان سيواصل قيادة الفريق حتى ختام بطولة كأس العالم للأندية، أم أن رحيله سيتم قبل انطلاق المنافسات العالمية، مما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن توقيت تولي ألونسو مهامه الجديدة في حال الاتفاق النهائي. ويذكر أن تشابي ألونسو يحظى بتقدير كبير من قبل إدارة ريال مدريد نظرا لتاريخه كلاعب سابق في صفوف الفريق، إضافة إلى النجاحات اللافتة التي حققها كمدرب في تجربته الحالية مع ليفركوزن، حيث استطاع تقديم كرة قدم مميزة ونتائج قوية في الدوري الألماني.